سوينا لكم كبسة باللون الأخضر. هو بكرة عيد المملكة العربية السعودية. هنا نزلت السمن والزيت والبصل، حتى طيروا البصل. نزل نص ملعقة من الكمون الحب، حرك. وهنا عندي هيل مسمار، شوية من الثوم، فلفل حار على حسب الرغبة، كزبرة، طماط. هنا دقنا الشيبة، ليمون ناشف، ورق الغار. نحرك بعد ما صارت الكشنة جاهز. ننزل الدقاق والملح، نغطي عليه مدة 3 دقائق عشان الدجاج يشيل نكهة من الكشنة. وبعد كذا نضيف المي، عندي مكعب الماجي، ونغطي عليه حتى يستوي الدجاج. كذا استوى الدجاج، بنطلع الدجاج على جنب. هنا عندي معجون طماطم، زيت زيتون، كركم، كمون، وانا مرخب الدجاج. بعد ما مرخ الدجاج بندخله الفرن مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة يكون جاهز. هنا الكشنة، تبغوا الكشنة في الرز خلوها، ما تبغوها طلعوها. هنا اللون الأخضر شعار المملكة العربية السعودية. بعد ما نقعت الرز نص ساعة ننزله في المرق على طول. نرفع عليه النار حتى ينشف منه المي. هنا بعد ما نشف الماء نسوي التسطير وعبة من الجمر، شوية من السمن، نغطي عليه مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة. وكذا صار جاهز ما شاء الله تبارك الله. ونقول للشعب السعودي ألف 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 مبروك، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب. وإن شاء الله أخواني اليمنيين بننزل لكم الكبسة بالعلم اليمني يوم 26 بإذن الله تعالى، أو 25 ننزل لكم كيف طريقة الكبسة اليمنية بالعلم اليمني. أخوكم المحب لكم عبد محمد الوصابي. الله يوفقكم. لا تنسونا من اللايك والفولو، وعندنا قناة في الفيسبوك باسم عبد محمد الوصابي، ادخلوا تابعونا هناك. الله يسعد ايامكم وتشرف بكم بأي موقع، في أي موقع تحصلونا من هناك إن شاء الله باسم عبد محمد الوصابي. تحياتي لكم.